الدرس ده ان شاء الله هنتكلم على بعض المشاكل اللي بتظهر في الباور بي اي. احنا مثلا طبعا ربطنا هنا الداتا، تمام، كالندر ديت والكاستمر والبرودكتس والسيلز. ولو جينا عند الملفات بتاعتنا، مثلا احنا السيلز احنا كنا رابطينها صح، وفي كان الكالندر ديت وفي الكاستمر صح. الكاستمر اهو، تمام. لو الكاستمرز دي خليناها مثلا كاستمرز، شلنا الاس او مثلا ضفنا واحد، غيرنا في الاسم بتاعها، او حتى غيرنا مكانها. يعني مثلا انا هضيف كولوم فولدر اسمه كاستمر، تمام، وهضيفها في الفولدر ده. انا هشيل الواحد ده وهضيفها في الفولدر ده. هاخدها هنا كده اهو، كات، احطها هنا. انا كده غيرت مكانها. هل بقى لما اجي في الباور بي اي واعمل ريفرش هنا، هل هيسمع معايا؟ بيقول لي الكاستمرز فايل اور فولدر couldn't find فايل. انا مش لاقي الفايل في الباص ده، في المسار ده، تمام. ليه؟ لان انا غيرت المسار بتاعه صح. ايوه بالظبط. فالمفروض اعمل edit للمسار. المفروض بعمله edit ازاي؟ عن طريق ايه؟ تمام. يا اما باجي عند ترانسفورم داتا هنا وفي سهم كده وادوس عليه، واجي عند داتا سورس سيتنج واختار الكاستمر اللي فيه المشكله، تمام، اعلم عليه هنا وادوس هنا تشينج سورس. انا كده هغير المسار بتاعي وادوس هنا براوز، وهو موجود طبعا، احنا ضفناه هنا صح. فادوس هنا كليك مرتين وادوس هنا الكاستمر وادوس اوبن وادوس اوكي وادوس كلوز واعمل ابلاي تشينجز. وكده عمل معايا يعني قراه معايا، تمام. لو عملت ريفرش هيقراه معايا تاني عادي، تمام. طيب انا طبعا لو هنا مثلا جيت وغيرت اسمه، تمام، بدل اس يبقى كاستمر بس مثلا، تمام. جيت هنا في المشروع بتاعي في الباور بي اي وعملت ريفرش، برضو مش لاقي المسار. ليه؟ مع انه في نفس المسار، انا بس غيرت الاسم. هو قاريه هنا اسمه كاستمرز، ولكن انا غيرته خليته كاستمر، شلت الاس صح. فهو الباور بي اي مش هيفهم انك غيرت الاسم، هو فاهم ان في فايل اسمه كاستمرز مش كاستمر، تمام. فالمفروض نغير المسار. ممكن زي ما قلنا نغيره من هنا، او بنيجي جوه الكويري. وانا لو شغال جوه الكويري مثلا وعايز اعمل تشينج سورس داتا سورس سيتنج، فبدوس عليها هنا في الهوم داتا سورس سيتنج وادوس على الكاستمر اهي الكاستمرز وادوس تشينج سورس وبراوز، وهي موجوده في المسار بتاعي اهو في الكاستمر، تمام. اختار مسارها فين. لو هي موجوده في ملف تاني انت حاطه هنا، فبتخش على الملف وتدوس الفايل بتاعك اللي انت حطيته فيه، تمام، وتدوس اوبن وتدوس اوكي وتدوس كلوز وتعمل هنا ريفرش، تمام. عملت ريفرش وتدوس كلوز اند ابلاي، تمام. هو كده سمع معايا طالما ما عملش ايرور وما عملش اي مشكله، فكده هو سمع معايا وقرا الفايل. وكده انت ربطت الطريقه صح. لو انت مثلا خدت الملف من اللابتوب اللي في البيت وحطيته في البي سي، تمام، وطبعا المسار كان في اللابتوب مختلف عن المسار اللي في البي سي، فانت بتيجي هنا كل الفايلات بتيجي عند داتا ترانسفورم داتا السهم اللي ده، وتدوس هنا داتا سورس سيتنج وتغير المسارات بتاعتها في الفولدر اللي انت حاطه فيها عشان تربط الداتا بتاعتك. دي طريقه ربط الباور بي اي بالاكسل، عشان لما تيجي تعمل ابديت في الاكسل وتعمل سيف ليه، تدوس ريفرش هنا يسمع معاك كل حاجه، تمام. طيب لو انا في ملف انا مش عايز اعمل له ابديت، بمعنى هو دي ما بتحصلش يعني، في الاغلب كله بيعمل ابديت للملفات، بس وليكن مثلا انا الكاستمر مش عايز اخليه انكلودد الابديت او الريفرش يعني، فبدوس كليك يمين عليه وادوس انكلود ان ريبورت ريفرش، ادوس هنا على علامه الصح دي بحيث انه يشيلها، تمام. ولما اجي اعمل هنا ريفرش مش هيجيب لي الكاستمر يعني اهو مثلا، ولا هيجيب لي برودكت ولا الكاستمر. ادوس هنا ابلاي، جاب لي اتنين بس صح. انت خدت بالك انهم كانوا اتنين بس. طيب انا عايز الغي الحته دي، ادخل تاني على الايديت كويري واقول انكلود اهي،
وهنا انكلود اهي تمام، دوس كلوز اند ابلاي وادوس هنا ريفريش، عمل 4 اهو، 4 تمام، اللي هم ال4 فايلات دول، وعمل عليهم ريفريش. فكده دي طريقة الايه التحديث في الباور بي اي والربط بين الملفات اللي في الباور بي اي.